ورحمه الله وبركاته. جيت لكم يا حبايبي في فيديو جديد. طبعا كان عندي حبه فراوله طريت شويه، ماشي، ده موسم الفراوله. دلوقتي الفراوله ب15 جنيه وب12 ونص، هتلاقيها عند كل بياع بسعر. طبعا ارميهم، قلت لا انا هستفاد بيهم، ان دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده ما بقناش بنرمي حاجه. حلو الكلام. قلت بقى اعملهم ايه، كوبايه عصير. ادي الكوبايه بتاعتي، الكاس بتاعي اهو. قلت اعمله كوبايه عصير اشربه ايه وانا قاعده. بنتفرج النهارده على الماتش بتاع الاهلي، فقلت ايه نشربه وانا قاعده. ماشي يا حبايبي. جبت طبعا الخلاط بتاعي، وادي الشبشق هنزل بيه بالفراوله كده، وهاخد حبه ميه زي ما انتوا شايفين كده، مش هكتر عشان تطلع تقيله معايا. ماشي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. ونحط السكر، والسكر حسب الرغبه بقى. ماشي يا حبايبي اهو. اديني كده ايه حبه الفراوله اللي كانوا عندي، قلت ايه مش يعني ايه استفاد بيهم، هما طريوا ومحدش هياكلها كده اهو زي ما انتوا شايفين. وزي ما قلت لكم الكاس جاهز معايا اهو. هنجيب بقى السكر، والسكر حسب الرغبه جاي. يعني انا هحط السكر اهو، ماشي. ولازم نغسل الفراولة كويس جدا يا جماعة، عشان الفراولة من الفواكه اللي بيبقى فيها رملة كتير. وننضف الحتة الخضراء اللي فوق زي ما انتوا شايفين اهي كده. بتشيل الحتة الخضراء اللي هي بتبقى عند الزرعة دي كده بتاعتها. ونبدأ بقى نضرب ايه كوباية العصير بتاعتنا. برضو مننا ان احنا عملنا حاجة مفيدة في البيت، وحاجة ما جبناش عصير من بره. اخلصها بقى عشان صوت الخلاط وارجع لكم اهو يا حبايبي. ادي كده ايه الفراوله بتاعتنا اتضربت اهي معانا. ماشي. ننزل بقى ايه هنصبها في الكاس او الكوبايه او الحاجه اللي انت عامه هتشربي فيها. ماشي يا حبايبي خليكم معايا اهو يا حبايبي. هنصب الكاس بتاعنا كده، يبقى عملنا ايه العصير بتاعنا فريش وفي البيت، مفيهوش اي مواد حافظه. مننا كلنا هنستفاد بيه، وجسمنا هيستفاد بيه، وحاجه كويسه في البيت ومغسوله كويس ومش ونضيفه. يعني انتي عاملاها بقى انتي نضيفه في البيت عندك. ماشي يا حبايبي. متنسونيش بقى في اللايك والشير، واللي مشتركش معايا في القناه يشرفني بالاشتراك.